يا جماعة، يوم الوقفة في البيت المصري بيبقى حاجة تانية. نصحى نلاقي السجاد في الشارع، والبيت عبارة عن حمام سباحة، ونلاقي الحاج بيقولنا انزلوا هاتوا الطلبات. ننزل نلاقي نص الشعب واقف قدام الفرن، والنص تاني بيحلق، ونروح نقعد عند الحلاق 7 ساعات عشان في الآخر يحلق لنا نفس الحلاقة اللي بنكرهها، ونخرج نلاقي شعرنا واقف كأننا لمسنا سلك عريان. وبعدها نرجع البيت نلاقي أمنا ماسكة المساحة وبتقولنا لو لمستوا الأرض دي هكسر لكم رجلكم. فبنضطر نتحرك في الشقة زي البرص، ونمشي على الحيط ونط على الكنبة عشان الأرض المبلولة. ويجي وقت الليل والبيت كله ريحته بخور ومنظفات، واحنا قاعدين بنحاول نفتح كيس الشيبسي في صمت عشان محدش يسمعنا ويقولنا قوموا ساعدونا في عمايل الكحك أو روحوا جيبوا حاجة. أما طقوس النوم فدي قصة تانية. بنطلع هدوم العيد ونفردها على السرير بكل حنان كأنها عيال صغيرة، واحنا نروح ننام على الأرض جنب السرير عشان الهدوم متتكرمش. وتيجي اللحظة الحاسمة الصبح نلبس الهدوم ونبص في المراية ونحس نفسنا ينكوك وننزل نصلي. وبعدها لما نقول عايزين العيدية يقولوا يا ابني ده عيد كحك، يا ابني ده عيد لحمة. واللي بيبقى عنده 16 سنة خلاص انت لازم تدي العيدية. فنصيحة مني، اللي يقولك هات عيدية قول له تاخد بسكوت ب50 ولا بيتي فور ب100. فانتم بقى بيحصل معاكم الكلام ده في الوقفة ولا لا؟